السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وكويسين. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا اي بنت تبقى عايزة تعرف تعمله ازاي، وازاي تعمل الجلسة دي في البيت من غير ما تروح بيوتي صالون او تروح اي مركز تعمل تقشير رجليها او تعمل باديكير والكلام ده كله. انا هقولك ازاي تعمليه في البيت بمكونات سهلة جدا، وهقولك كمان على البدائل بتاعتها لو في اي حاجة من دول مش عندك ممكن تستخدمي فيهم ايه، وهقولك فايدة كل حاجة فيهم بالظبط. ومفيش حاجة فيهم ينفع ما نستخدمهاش، بس ينفع ان احنا نحط ليها بديل. الجلسة دي عايزة اقول لكم ان انتي بس لو هتعملي في البيوتي صالون، لو هتعملي بس باديكير بتبدأ من 300 جنيه وطالع. والله العظيم والله العظيم عن تجربة شخصية، الناس اعرفهم عملوا ب 300 جنيه. تمام. وبترجع تاني أسوأ من الأول. ليه؟ لأن هما بيستخدموا فيه حاجات اللي هو زي الشفرات والكلام ده، فبتبقى سيئة جدا. مش عايزة أطول عليكم المقدمة، وعايزين نعرف هنبدأ ازاي. لو انتي عروسة، لو بتجهزي تجهيزات العيد وكده، وعايزة رجليكي تبقى حلوة وتعملي كذا جلسة، يعني لو عروسة تعملي مثلا الكلام ده كل اسبوع. ولو قبل العيد وانتي لسه عروسة متجوزة او كده، او عادي متجوزة وعايزة يعني رجليكي فيها تشققات وكده، ده برضو حلو جدا. فتعالوا مع بعض نعمل تجهيزات العيد او الروتين بتاع رجل العروسة. بصوا يا جماعة، اول حاجة معايا هنا وهو الاساسي في الموضوع ده كله، ده انا اول مره اجربه بصراحه. هنجربه مع بعض النهارده ونشوف، بس انا سمعت ان هو كويس جدا. دي املاح اسمها سابا. دي من شركه ايفون. طبعا كلنا عارفين منتجات ايفون ان هي غنيه عن التعريف، وعارفين ان شركه ايفون بتقدم حاجات كويسه جدا. فانا كنت جربت بداله اللي هي املاح الباديكير، اللي هي العلبه اللي هي بيبقى فيها املاح ملونه دي، بس هم قالوا ان ده اقوى واحلى. بصوا شكلها اهو. لو احنا ممكن ده بقى نستبدله بايه، عشان قلت لكم هقول لكم اي بديل. ده اي املاح، في املاح كده لونها ازرق، وفي املاح فواره بتتحط زي الكور وبتفور. الكيس ده كله عامل 15 جنيه اهو. تمام. ده انا كنت جايباه من مكان اسمه حدوته. لو حد من دمياط عايز يعرف يجيبه منين، ده من مكان اسمه حدوته. بصوا، اللي عايز ياخد له سكرين ويسأل عنه عادي. تمام. وهو ما كمان في بداله بقى اي املاح اسمها املاح باديكير ممكن نستخدمها مكان عادي جدا. هنا اي نوع شاور، اي نوع شاور حابه انك تستخدميه حلو معانا، وبيدي برضو ايه افكت حلو جدا. ومعانا هنا ميه الورد. ميه الورد بتساعد على النضاره وعلى التعطير لو رجليكي بتفرز روايح، وبترطب. وفي نفس الوقت على فكرة اكتشفت علميا ان هي بتخرج الطاقة السلبية من الجسم. عايزة اقول لكم ان الملح، يعني شوفوا سبحان الله، هي حاجات تجميلية، بس عايزة اقول لكم ان انا لما قرأت عرفت ان الحاجات دي اصلا، يعني الملح مع مية الورد، كل حاجة فيهم طبعا احنا عارفين ان الملح اصلا بيشيل الطاقة السلبية. الملح ومية الورد الاتنين دول بيشيلوا الطاقة السلبية. وعايزة اقول لكم ان اي حد بيحط رجليه في مية وملح كعادة عند المصريين عادة، دي بتبقى بسبب لو حد متوتر او متضايق بيعمل كده، الطاقة السلبية بتطلع منه. فهي اصلا الموضوع ده ليه فوائد كتيرة جدا غير ان هو تجميلي. تمام. ومعانا هنا بقى الماسكات. يعني دي اول حاجة كده انا بستخدمها. بعد كده بقى معايا الماسكات. بستخدم اول حاجة ده ماسك الصنفرة. تمام. ده بتاع ستاركي. انا المتاح عندي اللي هو ايه، اللي هو بالذهب. في منه بقى خيار، وفي منه زبادي، وفي خوخ، وفي فراولة، وفي فحم، في كل حاجة. اي حاجة منه. لو ما عندكيش اصلا ستاركي، اي ماسك صنفرة، اي ماسك صنفرة. لو ما عندكيش ماسك صنفرة مش متاح عندك، هقولك تعملي ايه. هتجيبي شوية قهوة او معلقة قهوة على معلقة سكر، ولو سكر يكون حبيباته خشنة شوية يبقى احسن، وهتقلبيهم ببعض مع شوية مية او معلقة عسل او معلقة حتى لو زيت زيتون، اي حاجة عندك تدمجي بيها، وهتدمجي بيها كويس جدا وتخليه عامل زي الكريم. انا هوريك اصلا شكله من جوه، هو اصلا حبيبات، يعني فكرته حبيبات، والقهوة اصلا كسكراب جميلة جدا. فده البديل ليه. تاني حاجة بقى بنستخدمها الطمي. وتستخدمي اي نوع طمي موجود في السوق عادي جدا.
ده برضو من شركة ايفون. على فكرة انا بحب منتجات ايفون جدا وبفضلها بصراحة في حاجات كتير. لو مش عندك طمي او في الوقت يعني عملتي مرة التانية ما كانش متاح عندك، مش مشكلة، احنا ممكن نستغنى عنه يعني. بس هو حلو في تنظيف العميق، بس كده كده انت عملتي صنفرة ممكن تستغني عن ده في بعض الحالات، مش مشكلة. معايا ده بقى، ده اي كريم تفتيح عندك، اي كريم يكون لونه ابيض. في انواع كتير، تمام. في سيفورا، وفي برضو من ايفون، وفي كذا حاجة ممكن ان احنا نستخدمها، اللي هو الكريم اللي هو بيبقى بالحليب ده. خلاص، اي نوع كريم بيكون بيفتح البشرة. حلو كده، تمام. ده طبعا كريم الترطيب كير اند مور، او ممكن نستخدم جونسون، او ممكن نستخدم اي حاجة، بس كير اند مور حلو قوي في الترطيب الرجلين والجسم. كعب الغزال طبعا اللي هو بيدي لون البينك، ده برضو كعب غزال، بس هقول لكم انا عاملاه ازاي. يعني انا خلطاه بس لان ده اللون ده قوي جدا. وده طبعا اللي هو المسك، يعني هندهن بيه في الاخر كده عشان يدي ريحة حلوة. تمام. ومعايا هنا شراب السيليكون اللي كلنا عارفينه وبنشوفه، حلو جدا. والفرشة بقى وايه واللي هو الحجر ده. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه. كده انا شرحت لكم كل المكونات اللي موجوده قدامنا، وقلت لكم البدايل ايه. عايزه اقول لكم ان البديل بتاع الماسك ده ان احنا ممكن نجيب نشا، تمام، وشويه لبن او شويه ميه وندمجهم ببعض ونعمل ماسك النشا. ده بالنسبة لماسك التفتيح. بالنسبة لكعب الغزال احنا ممكن لو عندنا بنجر، ممكن نجيب بنجر ونسيبه ينشف خالص ونحط عليه معلقة كريم او معلقة مرطب زي المرطب ده كده مثلا، وندمجه بيه، هيبقى حلو قوي. تمام. طبعا الشراب السيليكون بصراحه انا جربت حاجات كتيره جدا، وجربت ان الف رجلي بستريتش والكلام ده كله، اقسم بالله ما جابش نتيجه زي نتيجه الشراب ده نتيجته جباره بصراحه. الحجر ده ممكن تجيبي كمان حاجه اقوى من الاتنين دول بصراحه. الحجر اسمه حجر الاسود، موجود عند العطار، هتجيبيه منه. بصوا بقى، اول حاجه بعملها عندي طبق اهو، تمام. الطبق ده فيه ميه سخنه وعلى على ميه دافيه، تمام. يعني عملت طبق كده حطيت فيه ميه دافيه، او ممكن في البانيو زي ما تحبي. احط شويه ميه ورد، تمام، على الاملاح، بس ما كانتش مفتوحه كويس فايه فتحتها كويس. احط كده كميه كويسه من الاملاح، تمام. واخر حاجه بنحطها هو الشاور. بمزجهم كده كلهم ببعض. وبعدين ببدأ ان انا احط رجلي في المية كده. بصوا، يعني هنسيب رجلينا كده حوالي يعني ربع ساعة او تلت ساعة، وبعد كده بوريكم بنعمل ايه. بصوا بقى، بعد بالظبط تلت ساعة او يمكن اكتر، انا شلت رجلي ونشفتها كويس جدا. بصوا، لو في اي حاجة كانت في رجليكي زي قشور او حاجة هتلاقيها عملت ابيض كده، تمام، دبلت يعني بمعنى اصح. اول ما هتعمليها بالحجر، بصوا بتبدأ تنزل معانا ازاي. بصوا بتبدأ تنزل ازاي. بصوا، هنعملها بقى كلها كده بالحجر وهرجع لكم تاني. هبدأ بقى ان انا استخدم الكريم ده على الرجلين او ماسك الصنفرة. هدلك بيه الرجل كلها زي ما انتوا شايفين كده، هو عامل زي الحبيبات. بندلك بيه الرجل كلها من قدام ومن ورا ومن كل حتة، وبسيبه على الرجل لمدة 10 دقايق بالمنظر ده كده اهو، وهسيبه لمدة 10 دقايق. هستخدم بقى ماسك الطمي ده، تمام. عايزه اوريكم شكله بس من جوه عامل ازاي عشان تبقوا عارفين فكرته. بصوا، ده الطمي كده. انا كنت حاطه عليه شويه ميه ورد علشان اخلي قوامه خفيف شويه.
تمام. هحطه بقى على رجلي كلها وارجع لكم تاني. اخر حاجه هستخدمها كماسك، هستخدم كريم التفتيح ده اللي انا قلت لكم البديل بتاعه اللي هو النشا واللبن. هستخدمه وهرجع لكم تاني. اخر حاجه معايا بقى هتكلم عنها وهي الجل بتاع كعب الغزال ده. بصوا الجل ده هو جل من جوه كده لونه احمر خالص. هو لونه بصراحه هو لونه قوي جدا، فالنقطه منه ممكن تخلي رجليكي بينك قوي. تمام. فانا عملت اختراع حلو قوي جدا. بصوا جبت معايا دي كانت علبه فاضيه كده، حطيت فيها كريم مرطب كان موجود عندي، وضفت عليه معلقه من كعب الغزال ده، وبعمل كده كل ما بيخلص. هوريكم دلوقتي شكله على الرجلين عامل ازاي، هو تحفه فعلا. باخد حته منه كده تمام، وبوريكم شكله على الرجلين بعد ما بيدهن بيبقى عامل ازاي. واخر حاجه بستخدمها قبل عمليه الترطيب، انا بجيب اي برفان، او انا هنا بستخدم المسك اللي هو اللي جاي مع مسك الطهاره ده، وبنحطه كده على الرجلين وعلى ما بين الصوابع والحتت دي كلها، بيبقى تحفه معايا. بصوا عايزه اقول لكم ان المسك ده حلو جدا، هو من افضل الزيوت العطريه اللي انا جبتها قبل كده، وحلو جدا جدا، ريحته بصراحه خطيره. اخر حاجه بقى هنعملها مع بعض ان انا بجيب الكريم ده تمام، وبدهنه على رجلي، برطب برجلي. اوبا العلبه وقعت. واخر خطوه معايا وهي ان انا بلبس الشراب السيليكون. بس كده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، وده كان افضل روتين ممكن تستخدميه لرجليكي. هيعجبكم جدا جدا. لو انت عروسه اعملي الروتين ده، هيعجبك قوي قوي قوي. وهتدعي لي ان شاء الله. انا كان لسه شويه عليا، مش هنام دلوقتي. لو انت عايزه تنامي بتنامي بيه، او عادي جدا ممكن تقعدي بيه، مفيش فيها اي مشكله. فهلبس ده في رجلي كده واقوم اشوف ورايا ايه عادي جدا وانا لابساه. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ومع الف سلامه.